كنوز الحوز، سلسلة نكتشف من خلالها تاريخ وثقافة إقليم الحوز. الحوز بمؤهلات سياحية ثقافية تحتاج التنقيب والكشف. والبداية مع المهرجان الأول لإقليم الحوز. هذه الايام الثقافيه الاقتصاديه الفنيه اللي كيعرفها اقليم الحوز تحت شعار جميعا من اجل تعريف وتثمين المؤهلات ديال اقليم الحوز. هذه الدوره غادي تكون تحققت المبتغى والاهداف اللي كانت تسطرت من اجلها بفضل المشاركه ديال كل المتدخلين من السلطات الاقليميه، المجلس الاقليمي ديال السياحه، المجلس ديال الجهه، الصناعه التقليديه بالغرفه وبالمندوبيه والفعاليات ديال المجتمع المدني، اضافه الى فريق ديال الخياله فن التبوريضه تقريبا حوالي 400 فارس. فالاختتام ديال الدوره غادي يكون اليوم ان شاء الله بتوزيع واحد المجموعه ديال الجوائز على مجموعه ديال الفعاليات، وفي نفس الوقت تكريم واحد المجموعه ديال الفاعلين الاجتماعيين منهم بعض الفنانه. فهذه الدوره هذه كنعتبروها هي بدايه انطلاق ديال مجموعه ديال المهرجانات اللي غادي تكون متوزعه طيله السنه في مختلف الدوائر ديال الاقليم، واللي غادي تكلل في الختام واحد المهرجان اللي غادي يكون في هذا اكثر ان شاء الله من هذا المستوى اللي هو منظم به هذه السنه هذه. فمستقبلا كنتمنى ان شاء الله انه توسع الرقعه ديال المشاركين وديال المساهمين من اجل التنظيم ثم من اجل تمويل هذا المشروع هذا، ونتمنوا انه يكونوا حتى ناس اجانب اللي يدخلوا معنا في هذا الملتقى، خاصه انه هذا المهرجان جا كيتزامن مع الزياره ديال الجمعيه الدوليه للجهات الناطقه بالفرنسيه، وطرحنا عليهم هذه المساله وحبذوا انهم في المهرجان المقبل انه يكون واحد اطار شراكه وتعاون ما بين الاقليم ديال الحوز وجهه من الجهات اللي كاينه على المستوى الناطقه بالفرنسيه. المهرجان اللي هو استمر على مداد 4 ايام الحمد لله، اللي كان في مستوى عالي وكان عنده اقبال الحمد لله من طرف الساكنه ومن طرف السياح الاجانب ومن طرف السياح الداخليين. وتنتمناو الحمد لله بانه هذا المهرجان ما يكونش هذا غادي غير انطلاقه اللي يكون كل سنه، كيف ما عرفتوا بانه المجلس الاقليمي للسياحه اللي هو واقف على هذه المساله هذه وتركز بانه تكون بانه هذا داخل في البرنامج ديالنا الحمد لله السنوي. وتنتمنوا بانه السنه الجايه يكونوا عندنا نستقطبوا اكثر من السياح الاجانب اللي حنا مبازين عليهم الحمد لله. الاقليم هو معروف بالمناطق ديالو الحمد لله وبالسياحه ديالو الجبليه اللي كتعرفوا به اللي هو لي فاريي تتكون من عده مناطق اللي هي التضاريس ديالها متنوعه كجبل المنطقه ديال توبقال، المنطقه ديال ريكا، المنطقه ديال امزميز. المهرجان ديال تحناوت جا في واحد الظروف جميله جدا كباقي الاقاليم ديال المملكه، ومشاركتنا حنا كجمعيه توبقال للفنون الشعبيه يعني بواحد العدد فرقه فولكلوريه يعني تتمثل جميع المناطق ديال اقليم الحوز، وكذلك تنشاركوا يعني ب 30 او 32 صربه ديال الخيل يعني ممثله كذلك تمثل كذلك مناطق جهه مراكش نسيف الحوز، من الرحمنه، من مراكش، من الحربيل، من ايتيمور، من شيشاوه، من صويره، يعني من جميع مناطق الجهه. جينا باش نشاركوا في هذا المهرجان. هذا المهرجان كنتمناو الله يستمر. يولي يجي كل عام. نشاركوا فيه. الله ينصر سيدنا. وينصر له ولده. وليه الحسن. ونتمناو له ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. مهرجان زين ينصر سيدنا. هذا الخميس رحنا فيه.
الجمعيه سمات جمعيه الفنون الشعبيه ديال فوق خيرات نسمون نكون جمعيات نسمون الفراقي انا نحيو التراث المازيغي ولا جدود. مهرجان مزيان هذا المهرجان اللي داز في اقليم الحوز. الحمد لله بدون شك الا رفعوا الله تبارك وتعالى وزيد وعلى الاقبال ولعبوا فيه الناس الفرق ديال الخير. سيدنا مولاي الحسن طابع ترابو بالبايان كيندوك على موريطان الجدود المغربيه طرقه من قديم الزمان بغينا حتى بليه. قال الفرنكو عندك جيب ننصحك غير عليك الدين كنت نعدي باش تعيط في التراب الصحراويه لا تكون سكبتور الصيد في الظواهر واجبيه. عايشه المالي يا محمد السادس الله ينصرو.